بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة هبدأ فيديو كده جديد أتكلم فيه عن إيه هي البروجرامينج أو إيه هي البرمجة. هخش معاك على طول في التفاصيل عشان ما نضيعش وقت. طيب هو دلوقتي البرمجة أو البروجرامينج معناه إيه؟ إن إحنا عندنا ماشين في النص. هنا كده في ماشين. الماشين دي دورها إن هي بتستقبل شوية معلومات أو أوامر وبتعمل عليهم شوية معالجة، وفي الآخر بتطلع نتيجة. يبقى في حاجات بتدخل يحصل لها شوية معالجة وفي الآخر بتطلع كنتيجة. النتيجة دي مش لازم تكون نتيجة صح، يعني ممكن نتيجة تقولك ده في مشكلة، نتيجة يعني النتيجة نفسها هي المشكلة. في ايرور حصل، يعني نتيجة بتبقى نتيجة صح مظبوطة. يعني المهم ان في نتيجة في الآخر لازم تطلع معاك في نتيجة. والماشين نفسها هي دي اللي احنا هنقول عليها هي البرمجة، او لا بلاش الماشين نفسها. الماشين دي هي عملية المعالجة نفسها، انما العملية دي كلها اللي هي الانبوت وبعدين معالجة وبعدين اوتبوت دي كلها اسمها البرمجة. تعال نتخيل مع بعض ان انت عندك في البيت الشاشة، معاك الريموت، بتجيب قناة اون سبورت مثلا، فبتدوس على الريموت، جاب القناة. اللي حصل ايه؟ دخلت تعليمات، حصل لها شوية معالجة في الريسيفر وطلعت في الآخر على الشاشة بتاعتنا القناة اللي هي شغالة. حلو الكلام. طيب يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا عملية بروجرام. طيب لو تعالى نفكر مع بعض، استبعدنا الريموت وحطينا مكان الريموت ده لغات برمجة، وشيلنا الريسيفر ده اللي هو عمل المعالجة وحطينا مكانه سوفت وير، وشيلنا الشاشة وحطينا مكانها مثلا، يعني الشاشة كده هتكون موجودة بس تخيل معانا احنا شيلنا الشاشة وحطينا مكانها النتيجة اللي هتطلع اللي هو أيا كان بقى ويب ابلكيشن موبايل أيا كان اللي هيطلع ايه. فتعالى كده بالراحة مع بعض. الانبوت هنشيل الانبوت ونحط مكانه ايه؟ لغات البرمجة. ولغات البرمجة دي في منها كتير قوي، يعني في بايثون، في سي بلس بلس، في جافا، يعني في كتير قوي معاك ان انت تشتغل عليه في لغات البرمجة. طيب السوفت وير او عمليات المعالجة دي برضو مش الجزء بتاعك دلوقتي اللي بنتكلم فيه، بس كده كده هنيجي نتعرف عليه لان هو ده الجزء المعقد من الموضوع. بس عمليات المعالجة هي ان انت يبدأ يترجم الأوامر اللي خدها، لأن هي الأوامر ما بتجيلوش كده هات 22 فيجيب 22، لأ، هو بيروح يغير شوية حاجات ويبدأ يترجمها تاني بالشكل ده عشان يفهم المطلوب ايه. طيب سيب كده دلوقتي ايه المعالجة، خليها على جنب. الاوتبوت اللي هيطلع معاك في الاخر هيطلع معاك حاجة مثلا ويب ابلكيشن، اللي هو الويب سايت اللي انت بتشوفه. هيطلع معاك موبايل ابلكيشن، هو ده اللي انت بتشوفه. هيطلع معاك حاجات كتير قوي. خلاص، فانت يعني ايه؟ زي ما قلنا الانبوت بعدين معالجة بعدين اوتبوت، هي دي كلها عملية البرمجة. قلنا لغات البرمجة ايه؟ اللي هي سي بلس بلس، جافا، بايثون كده اهو. قلنا الاوتبوت في الاخر هيطلع معاك موبايل ابلكيشن، يطلع ويب ابلكيشن، ده زي ما تحب يعني. طيب مجالات البرمجة كتير قوي. مجالات البرمجة كتير قوي. عندك ذكاء اصطناعي اللي هو الاي اي، عندك حاجة اسمها الديف اوبس، عندك حاجة اسمها الداتا اناليسيز، عندك حاجة تانية اسمها الموبايل ابلكيشن، عندك حاجة تانية فرونت اند، باك اند، فول ستاك. كل دي مسميات، وكل دي حاجات تخصصات جوه البرمجة، بنقدر في الآخر نطلع منها نتيجة. كل حاجة منهم ليها دور وليها نتيجة بنشتغل عليه لما بنحب نعمل حاجة معينة يعني. بس هو ده عموما اللي يهمني النهاردة، ان انا اعرفك ايه هي البرمجة، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هعرفك ايه هي لغات البرمجة. ولحد هنا أنا الحمد لله خلصت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.